شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير يا رب. اطلعوا الفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وخليكم الفيديو المهم. طبعا هاي جاي تشوفونها امامكم هي اسئله الرياضيات للسادس ابتدائي الوزاري 2024 2025 اللي امتحنوا اليوم. المهم طبعا هواي من الطلاب قالوا صعبه، بعض الطلاب قالوا متوسطه، البعض قالوا سهله والى اخره. طبعا اهل الاختصاص اللي هم المختصين بهذه الماده، التدريسيين المدرسين والمعلمين يدرسون لهذه الماده اللي هي الرياضيات السادس ابتدائي، عقبوا عليها وقالوا أول شيء تدريسيون يضعون ملاحظات على أسئلة الرياضيات السادس ابتدائي ويصنفونها بين متوسطة أو صعبة. يعني أبدا ما قالوا سهلة، قالوا أسئلة اليوم هي تختلف عن الأعوام السابقة بين المتوسطة إلى الصعبة. وبحسب المختصين فإن أبرز الملاحظات اللي شافوها بيها شنو اللي يختلف، شنو الملاحظات اللي شافوها بهذه الأسئلة. أولا أول سنة تختلف فيها الزوايا ومقياس الرسم وخطة حل المسألة، والتركيز فيها كان على المواضيع الثانوية وكثرة المسائل. قالوا أول سنة هاي بيها إنه هذه الأسئلة ما بيها لا زوايا لا رسيم لا معرف شنو، وركزوا أكثر شيء على المسائل. الأسئلة تشوفها أكثرها هي عبارة عن مسائل وكذا. تضمنت أفرع ذهنية ومركزة، هناك أفرع كانت سهلة ممكن أن يحقق فيها الطالب. انه طبعا ماكو اسئله تخلو من لا، ربما انه فرع سؤال هذا شيء سهل. المهم طبعا السؤال الأول، السؤال الثالث فرع ألف، وكذلك فرع باء، والسؤال الخامس فرع جيم، والسؤال السادس فرع باء. هذني يقولون احنا يعني وصفناهم بالشكل اللي يقدر الطالب يجاوبهن، يعني بين متوسطة، أسئلة متوسطة وبين السهلة. أما بقية الأسئلة غير ذكرناها هي تكون صعبة على، لذلك احنا نتمنى التوفيق للطلاب وان شاء الله يكونون مجاوبين. لكن لان شفنا هواي صارت ضجه طبعا هسه على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ اليوم 21/5/2025 بعد ما كملوا امتحانهم الطلاب السادس ابتدائي لهذه السنه الامتحان الوزاري، انه شفنا ضجه صار على مواقع التواصل بين صعوبه بين متوسطه بين يعقبون على الاسئله. فهذا راي المختصين بهذه الماده، راي الاساتذه حول اسئله الامتحان ماده اليوم. كل التوفيق لكم يا رب. اطلعوا الفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وانتظرونا بالنشر.